هرشة السنة السابعة بالظبط عاملة زي عربية ماشية على سرعتها وفجأة خلصت بنزين، أو على السنة السابعة أغلب العلاقات بتبقى خلصت بنزين. اللي بيحصل ساعتها يا بتركن العربية وتمشي وتسيبها زي نادين وآدم في مسلسل الهرشة السابعة، يا بتحاول تفول وتكمل برضو زي نادين وآدم في الهرشة السابعة. يعني موضوع الهرشة السابعة ده حقيقي والله، في دراسات كتير بتقول إن في حدود السنة السابعة، في حدود يعني قبلها بحبة بعدها بحبة، كم شهر قبل كم شهر بعد بتحصل الهرشة السابعة. وفي دراسات تاني بتقول من السنة الخامسة للسنة العاشرة، يعني متوسطها برضو السنة السابعة. وده معناه إن مش لازم عند السنة السابعة تحديدا، مش أول ما تتموها، يعني ما هواش عيد ميلاد. هو في الفترة دي بتزيد نسب الطلاق، وبتختلف النسب دي من دولة للتانية. والمصطلح ده حتى قديم مش جديد، حتى مارلين مونرو كان ليها فيلم اسمه الهرشة السابعة سنة 55 اللي طلعت فيه بفستانها الأبيض الشهير، ودي كانت صورة الدعاية الشهيرة بتاعته. طب اشمعنى بيحصل ده في السنة السابعة؟ لأن بعد وقت طويل شوية من علاقتكم وانتوا قريب من السنة السابعة بتعاملوا بعض على انكم مضمونين بتوع بعض، مش مضطرين تبذلوا مجهود زيادة في العلاقة دي. وهنا بيدخل الروتين. وساعات في التوقيت ده بيبقى كل واحد فيكم رسم لنفسه حياة مختلفة تماما، وكأنكم منفصلين وانتوا في الأصل متجوزين. وساعات بيبقى كل واحد فيكم ليه حياته المختلفة وأنشطته المنفصلة بعيدا تماما عن الطرف التاني، مع انكم لسه في العلاقة دي ولسه متجوزين، لكن كل واحد عايش حياته بطريقة مختلفة ومنفصلة. في الحالة دي محدش بيشوف من العلاقة دي إلا السلبيات، وهنا بتبدأ الهرشة. وكل واحد في الاتنين يبدأ يسأل نفسه، هو الشخص اللي أنا عايش معاه ده هو فعلا المناسب بالنسبة لي؟ هو أنا عايزة أكمل في العلاقة دي ولا أنا لوحدي أبقى أفضل؟ أغلب المتجوزين في السنة السابعة بيكونوا عدوا بمراحل كتير مهمة في حياتهم مع بعض، مراحل فيها اختبار لمشاعر جديدة، كل مرحلة بيختبروا فيها مشاعر مختلفة وأول مرة يحسوها، زي شغف وانطلاقة أول سنة جواز، مرحلة الحمل وفرحة أول بيبي، مرحلة ما الكائن الصغير ده بيكبر قدامكم، كلها مشاعر جديدة. ولكن على السنة السابعة بيكونوا دخلوا قبلها كده في مرحلة السكون والوتيرة المنتظمة اللي ما بتتغيرش، زي المترو كده، لو فتح المحطة دي فرانسيس يبقى أكيد اللي جاي أحمد عرابي، ما فيهاش كلام، بقت كل حاجة روتينية، ما فيش مشاعر جديدة، ما فيش تجارب جديدة أو مغامرات مجنونة، كله بيبقى محسوبه بالشعرة، كل يوم شبه التاني، والحياة ماشية بجدول زي جداول الحصص بتاعة المدارس بالظبط. مدارس ايه؟ دي بتبقى زي القطارات، لو ميعاد واحد باظ القطارات كلها تدخل في بعض، مفيش مجال في الخطأ في روتين الحياة دي، عشان في أولاد انت عارف هيحصل ايه السنة قدام وروتينك ماشي ازاي في السنة دي، مفيش جديد. وهنا بيبدأ عدم الرضا عن اللي وصلت له العلاقة، كل طرف بيبقى شايف ان التاني مش مهتم بيه، مع ان هما في الواقع هما الاتنين مش مهتمين ببعض، وكل واحد فيهم يرمي اللوم على التاني والتاني يعمل نفس الشيء. وهنا تبدأ الحرب، حرب عدم الرضا والتأنيب طول الوقت. وهنا كل واحد فيهم بيعتقد انه لو كان لوحده كانت الدنيا هتبقى افضل، وانه يستحق احسن من كده، وان العيب بس في شريك حياته. وهنا ناس كتير بتستسلم، مش بياخدوا بالهم ان ده مجرد خريف معدي بشكل مؤقت على حياتهم، مصيره يعدي، وانها مرحله مؤقته، وبياخدوا اسوأ قرار انهم يتخلوا عن العلاقه دي وخلاص، اللي هي في الاصل ممكن تكون كانت علاقه ناجحه لكن عايزه شويه شغل مختلف في المرحله دي. طيب نعدي ازاي هرشة السنة السابعة أو نتفاداها ازاي؟ أول حاجة لازم تبص لنفسك وتشوف مشكلتك انت في العلاقة دي، ايه اللي انت عملته غلط قبل ما تلوم شريك حياتك. ولو بدأت التغيير البسيط ده من عندك هيأثر على العلاقة بشكل إيجابي، وهيتنقل للطرف التاني اللي بدوره هيحاول هو كمان يبذل مجهود. تاني حاجة، شاركوا اهتمامات بعض ولو مرة في الأسبوع، اتفرجي معاه على ماتش في الأسبوع، انزل معاه من حين لآخر وهي بتعمل شوبينج، اعملوا حسابكم ولو مرة حتى في الأسبوع تتفرجوا على فيلم مع بعض، تخرجوا خروجة مع بعض. تالت حاجة، لو في ما بينكم حب بجد وفي نية ان انتوا تكملوا الحياة دي مع بعض بسعادة، لازم تخصصوا وقت لبعض في العلاقة دي، وقت ليكوا انتوا الاتنين وبس. حتى لو عندكم أولاد لازم يكون بعيد عنهم، وقت تتكلموا فيه عن بعض وعن علاقتكم وتفكروا بعض بحبكم. ده الكلام اللي بنخصص له وقت مهم جدا من يومنا، مش الكلام المقطوم اللي في وسط زحمة النهار ولا كلمتين بحبك بتحبني بتوع آخر الليل. لازم تخصصوا وقت للكلام، مفيش علاقة بتمشي بدون كلام بجد. رابع حاجة، أمنوا بكل حاجة حلوة عشتوها ما بينكم، أمنوا إن الحلو اللي عدى بينكم مش مجرد ذكرى، وإنكم ممكن تعيشوه تاني مع بعض 1000 مرة. فكروا بعض انتوا ليه حبيتوا بعض. خامس وآخر حاجة، لازم تفتكروا دايما إن علاقتكم وحبكم ليه حقوق عليكم زي أولادكم بالظبط، ولازم تهتموا بعلاقتكم وتخافوا عليها زي أطفالكم وأكتر كمان، عشان لو باظت الأطفال دول كمان هيتضرروا. علشان كده ما تبدوش أطفالكم على حساب علاقتكم، أو ضميركم يأنبكم عشان اديتوا اهتمام لعلاقتكم على حساب أولادكم. في النهاية علاقتكم الكويسة هتصب في مصلحة أولادكم. وفي النهاية أتمنى لكم حياة سعيدة بعيدا عن أي هرشات، ومرورا كريما من الهرشة السابعة. كانت معكم فيبي أنور، سيناريستية. يومكم سعيد.